طيب إن شاء الله هنكمل حل تمارين واحد من كتاب المعاصر على درس حاصل الضرب الديكارتي. احنا كنا في الفيديو اللي فات شرحنا لحد السؤال السابع رقم 3. تمام، هنكمل بقى. ركز معايا، هات ورقة وقلم، لأن زي ما قلت لك الحل بإيدك مهم جدا جدا جدا. تمام، وبأكد تاني ركز معايا وشوف أنا بحل المسألة إزاي، بفكر في المسألة إزاي. هو ده اللي أنا يهمني، أنا يهمني طريقة تفكيرك في حل المسألة. تمام، بيقول لي إذا كانت المجموعة س عبارة عن المجموعة 3 فإن س 2. ركز، وعايز س 2 ولا عايز نون س 2؟ تمام، نون س 2 ده رقم. تمام، ده واحد، يبقى واحد واحد بواحد. لكن دي س 2 يعني س مضروبة في س، اللي هو حاصل الضرب الديكارتي، يبقى مجموعة من الأزواج المرتبة. يبقى فين المجموعة اللي من الأزواج المرتبة؟ رقم ده. يلا س اهي بتساوي المجموعة 3، يبقى نون س 2. ممكن على فكرة يلخبطها ويجيب لك الاختياري كده، فانت تختار، تحتار اصلا في الامتحان، تقول بقى انا اختار بقى ان شاء الله الف ولا جيم. ده اكيد السؤال ده غلط. لا، بالله عليك افهم. هو هنا ما بيقوليش س 2. فرق، هو س 2 ولا نون س 2؟ نون دي معناها عدد عدد عدد. تمام، فيبقى واحد. بيقول لي ان س، المجموعه س عباره عن واحد واثنين، والمجموعه ص عباره عن ثلاثه واربعه. انت عايز ايه؟ بيقول لي الزوج المرتب اللي هو اسمه ثلاثه واربعه بينتمي. طيب احنا قلنا ان المسقط الاول بينتمي للمجموعه الاولى. طب الثلاثه دي موجوده في انهي مجموعه؟ في المجموعه اللي اسمها صاد، اي الثلاثه يبقى صاد. ضرب، ليه ده حاصل ضرب ديكارتي؟ عشان مجموعه اضربها في مجموع. طب انت عرفتي منين برضه؟ عرفت ان العناصر عباره عن زوج مرتب، ما ده كده عنصر. عرفت منين اللي هو عنصر؟ علامه ينتمي دي تتحط بين العنصر، لازم يكون هنا في عنصر. تمام. بس طب المسقط الثاني اللي هو الأربعة لازم يكون موجود في المجموعة الثانية. الأربعة دي موجودة فين؟ موجودة في صاد برضو. قال لا، ده الاتنين صاد. طب إيه المشكلة؟ وعشان سين يعني يبقى لازم يجيبها كده؟ لا. ماشي، عشان كده بقول نفهم المسائل إيه بالراحة. تمام. طيب بعد كده بيقول لي إذا كان نون س بيساوي 2 وصاد بتساوي المجموعة واحد واتنين. طيب ماشي يا عم، عايز إيه بقى؟ ها، بيقول لي نون س ضرب صاد. طيب اعمل ايه؟ اجيب عناصر السين واجيب عناصر الصاد، عدد عناصر السين وعدد عناصر الصاد، واعمل فيهم ايه؟ واضربهم في بعض، بس كده. تمام، عدد عناصر السين باتنين، عدد عناصر الصاد اعدهم، واحد اتنين، اتنين في اتنين باربعة. طب بيقول لي نون س بتلاتة ونون س في صاد باربعتاشر. طيب مش انا نون س ضرب صاد ده عارفه له قانون، اللي هو نون س ضرب نون صاد، بجيب عدد عناصر السين وعدد عناصر الصاد واضربهم في بعض. طيب نون س ضرب صاد بكام؟ ب 12 اهي، بيساوي نون س ب 3 في نون صاد ما اعرفهاش. يبقى ايه العدد اللي اضربه في 3 يديني 12؟ 4. بس يبقى الاجابه 4. نون س 2 ب 9. خلاص بقى، ما هي نون س 2 هي عباره عن نون س نون س، يعني عدد عناصر س واضربها في نفسها. طيب هو بيقول لي ان الناتج بتسعة، يعني التسعة بتساوي نون س في نون س. طب ايه العدد اللي اضربه في نفسه يديني 9؟ 3. طب انت عشان تريح دماغك من ده كله، ما دام دي نون س 2 يبقى تاخد الجذر التربيعي. محدش بقى يقول لي الجذر التربيعي الموجب او سالب جذر 9. ده نون، نون عدد، عدد عناصر، فالناتج دايما بالموجب، يبقى الناتج 3. اللي بعده. طيب رقم 10 بيقول لي نون س 2 ب4. خلاص هاخد الجذر التربيعي، يبقى نون س تساوي كام؟ 2. طيب نون س في صاد ب6. نون س ضرب صاد ب6. طب ما نفس الكلام، نون س ضرب صاد هتساوي نون س ضرب نون صاد. يلا نون س ضرب صاد ب6.
نون س ب2، يبقى 2 في كام؟ ب6 ب3. يبقى نون ص دي جبتها بكام؟ ب3. يبقى نون ص 2 3 في 3 9. اوكي. طيب إذا كان س مجموعة غير خالية ونون س بتساوي نون س ضرب ص، فإن نون ص، بالراحة ما تتخضش. أنا قلت لك شوف المعطيات اللي عندك، هي المعطيات دي اللي هتحل لك المسألة. بالراحة كده. شو هو بيقول لك يا عم؟ إن نون س، نون س إيه؟ بتساوي نون س ضرب ص. طيب نون س ده أنت عارفها؟ لا. طيب يبقى دي نون س بتساوي نون س ضرب ص، دي مش لها قانون، وعبارة عن نون س ضرب نون ص، صح؟ طيب هو أنا دلوقتي لو جيت قلت لك الخمس بتساوي 5 في كام؟ ما الرقم ده هو نفسه الرقم ده. الخمسة بتساوي 5 في كام؟ في 1. طب الست بتساوي 6 في كام؟ بواحد، صح؟ يبقى معنى كده إن نون ص دي بكام؟ بواحد بس. طيب اللي بعدها رقم 12 بيقول لي س وص مجموعتين بحيث نون س ضرب ص بيساوي 11. نفس الكلام بالظبط، انا ماليش دعوه بده. محدش يقول لي ده السؤال ده غلط والمفروض دي كده ضرب عشان اختار 11. لا، لا، نفكر ونهدى. فين المعطيات؟ هو ده المعطيات اهو، ان مديني نون س ضرب ص ب 11. اسال نفسك بقى، هو نون س ضرب ص ب 11 دي استفاد بيها بايه؟ ايوه دي لها قانون. ايه القانون بتاعها؟ ان انا نون س هضربها في نون ص هيساوي 11. طب اسأل نفسك برضو، ايه العددين اللي اضربهم في بعض هيدوني 11؟ مفيش اصلا لا 11 في واحد وواحد في 11، صح؟ يبقى معنى كده ان نون س دي يا اما ب 11 يا اما بواحد، ونون ص يا اما بواحد يا اما ب 11 بس. فحتى لو انا قلت نون س دي ب 11 ونون ص بواحد يبقى 11 وواحد 12، دي طبعا غلط. تمام. ولو قلت نون س بواحد ونون ص ب 11 يبقى يديني برضو 12، لان الضرب سوري الجمع عمليه ابداليه مفيش فرق. تمام. يبقى بالله عليك شوف المعطيات في المساله، شوف هتستفاد بيها ازاي. تمام. هنا نون س ضرب ص ب 11، ده كده له قانون انت عارفه، اكتبه نون س ضرب نون ص ب 11. طب مش انا كنت بجيب عناصر س وعناصر ص واضربهم في بعض يديني 11؟ يبقى اسال نفسك ايه العددين اللي انا اضربهم في بعض يديني 11؟ مفيش الا 11 في واحد. تمام، او واحد في 11. تمام. طيب سواء انا جمعت دي او جمعت دي الناتج هيديني كام؟ 12 بس كده. اوكي. طيب كمل. ماشي. فانا ايه؟ وقف الفيديو وايه وحل معايا. طيب رقم 13 بيقول لي عندي س وصاد مجموعتين حيث نون س 2 زائد نون س ضرب صاد بيساوي 5، فإن نون صاد 2. ايه بقى؟ اعمل فيها ايه؟ المسألة الصعبة دي وبيعقدونا في الرياضة، احنا كنا خلاص حبيناه. لا، هدوء شوية كده. طيب نون س 2. تمام. يبقى دي نون س 2 اللي هي عبارة عن نون س في نون س. ماشي، أو سيبها نون س 2 بس، أو اكتب القانون أهو، هنمشي زيك أهو. نون س 2 دي أنا عارفة لها قانون، نون س في نون س زائد نون س ضرب ص، هي عبارة عن نون س أضربها في نون ص، الكلام ده هيساوي 5. طب فاكر بقى كده في الترم اللي فات كنا بنعمل ايه؟ هنا في زائد صح؟ وهنا في نون س وهنا في نون س، اخد نون س عامل مشترك، هيتبقى من هنا نون س وهيتبقى لي من هنا نون ص، زائد تنزل نون ص، الكلام ده هيساوي 5.
طيب انا دلوقتي عندي معادله واحده فيها مجهولين، ركزوا معايا كده. دي كده معادله واحده فيها كام مجهول؟ النون س معرفش بكام، والنون صاد معرفش بكام. فانا ما قداميش حل غير ان انا اعوض واجرب. طيب نون س ينفع تبقى بصفر؟ ما هو صفر، لو دي بصفر فصفر في اي حاجه بصفر الناتج مش هيديني 5، يبقى نون س ما ينفعش اعوض عنها بصفر، انا بجرب اهو. طب لو النون س دي بواحد، قلنا برضو نون س هتبقى بواحد، يبقى واحد في اي حاجه بالقوس ده. طب واحد زائد نون صاد، واحد زائد نون صاد هيساوي 5. اودي الواحد ده الناحيه التانيه، يبقى النون صاد هتساوي 5 ناقص واحد 4، يبقى النون صاد ب4. طب نون صاد 2 يبقى 4 في 4 16. طيب حد يقول لي اشمعنى؟ انا بجرب زيك، انا بجرب من اول الارقام اهو. تمام. طب الاثنين مثلا لو دي ب2 يبقى دي كمان هتبقى ب2، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى 4 زائد، خلي بالك الاثنين دي مضروبه في القوس كله، يبقى الاثنين هتتضرب في الاثنين وهتتضرب في النون صاد، زائد 2 نون صاد هيساوي 5. يلا الأربعة وديها الناحية التانية، يبقى 2 نون صاد هتساوي 5 ناقص 4 1، قسم على الاتنين على الاتنين يبقى نون صاد بنص. ينفع عدد العناصر نص؟ ذمتكم في عدد عناصر بيبقى نص؟ لا. تمام. طيب رقم 14 بيقول لي ألف ينتمي لسين 2. معنى ألف ينتمي لسين 2 يعني ألف ده زوج مرتب. عرفت منين؟ عشان س دي مجموعة، وسين 2 معناها إن س مضروبة في س، يعني حاصل ضرب ديكارت، يعني العناصر عبارة عن أزواج مرتبة. طب بيقول لي المجموعة س فيها العنصر اللي اسمه س ده، السين بين الخمسة والسبعة، بينتمي لطه اللي هي الأعداد الطبيعية، مفيش قصور يعني ولا في حاجة. يبقى بين الخمسة والسبعة في شلة كام؟ قال الستة بس، يبقى الزوج المرتب 6 و6. طيب يقول لي الزوج المرتب 3 و5 بينتمي للمجموعة 3 و6 ضرب المجموعة س و8. طيب أنا وأنتوا اتفقنا اتفاق إن المسقط الأول ده جاي من المجموعة الأولى، صح؟ يبقى التلاتة دي جاي من المجموعة الأولى دي، هي التلاتة هي موجودة هنا، المجموعة الأولى دي. طيب والمسقط التاني جاي منين؟ جاي من المجموعة التانية، يبقى الخمسة دي جاي من المجموعة التانية. لو الخمسة موجودة هنا لا، يبقى أكيد السين دي ب5. 16 أهي برضه عندي مجموعة مضروبة في مجموعة. ركز بقى معايا كده، خد نفس عميق وفكر كده معايا. قول لي المجموعة 2 هضربها في المجموعة س وصاد اديني المجموعة دي، يبقى معنى كده الاتنين هتتضرب في السين، يبقى الاتنين دي اهي مع الأربعة، يبقى السين ب4. طيب الاتنين هتتضرب في الصاد، والاتنين اهي مع سوري الاتنين مع السين، الاتنين و4 يبقى السين ب4. والاتنين هتروح برضو مع الصاد، يبقى أكيد الصاد دي اهي ب3، صح؟ يبقى الصاد هتساوي 3، الصاد هتساوي 3. يبقى س ناقص صاد 4 ناقص 3 هيساوي 1. طيب يدوق بقى كده شوية. وانا لو قلت لك المجموعة 2 و3 هتفرق عن المجموعة 3 و2؟ لا. وانا لو حتى المجموعة دي كده بدلت، قلت المجموعة 2 و3 الأول، زوج المرتب 2 و3 الأول، وبعد كده الزوج المرتب 2 و4، هل دي هتكون مختلفة عن المجموعة دي؟ مجموعة 2 و4 وبعدين 2 و3؟ لا، دي هي دي بالظبط. قلنا في المجموعة لما بدل بين عناصر المجموعة مفيش أي مشكلة خالص. فبالتالي اللي أنا الاتنين الأربعة والتلاتة دول ممكن أبدلهم، بدل ما تبقى المجموعة 4 و3 لا، ممكن كانت تبقى المجموعة 4 و3 بس. فبالتالي السين ممكن تكون ب3، صح؟ والصاد هي اللي ب4، يبقى 3 ناقص 4 -1. عشان كده الحل موجب أو سالب إيه؟ 1. اتفقنا؟ خلي بالكم من المسألة دي. اللي بعده بيقول لي نركز، وقف الفيديو ونحل. بيقول لي إذا كان س ضرب ص بالمجموعة دي كلها اوجد س وص. طيب هنا عكس اللي كان بيه، هنا أقول بيديني المجموعة س
كان بيديني المجموعة صاد واطلع انا حاصل الضرب الديكارتي. المرة دي لا، هو مديني حاصل الضرب الديكارتي وعايزني اطلع منه المجموعة. صح كده؟ طيب، في مشكلة؟ مفيش مشكلة. ليه؟ لان خلاص احنا فهمنا س دي المجموعة الاولى، صح؟ يبقى كل المسقط الاول ده جاي من المجموعة الاولى اللي اسمها س اهو. يبقى نفتح اقواس مجموعة الاتنين اهي. هنا اتنين ما اكتبهاش، هنا تلاتة، هنا تلاتة ما اكتبهاش، هنا خمسة وخمسة ما اكتبهاش. طب صاد، الصاد دي منين؟ المجموعة التانية اهي. يبقى المسقط التاني ده كله تابع المجموعة التانية اللي اسمها صاد. الستة والتسعة بس، لأنهم متكررين فما فيش داعي إيه أكررهم. المجموعة العناصر ما بتتكررش. طيب بعد كده بيقول لي برضو نفس الكلام، يدينا حاصل الضرب الديكارتي. أول حاجة عايز س وصاد، برضو نفس الكلام. السين عبارة عن المسقط الأول، لو ما فيهاش أصلا إلا الواحد. طيب قلت زعلان فين؟ طيب الصاد عبارة عن المسقط التاني. المسقط التاني فيه واحد أهو، وفيه تلاتة، وفيه خمسة. يلا عايز إيه في رقم اتنين؟ اللي عايز صاد ضرب س. يلا صاد ضرب س. الصاد ايه؟ الصاد الأول واحد وتلاتة وخمسة، ضرب السين اللي هي المجموعة واحد. أعمل ايه؟ الواحد ده هيروح مرة مع الواحد، بعد كده التلاتة مع الواحد، بعد كده الخمسة مع الواحد. طيب آخر حاجة رقم تلاتة بيقول لي صاد اتنين. يعني ايه صاد اتنين؟ خلاص بقى، يبقى صاد دي هضربها في نفسها. المجموعة واحد وتلاتة وخمسة هضربها في المجموعة واحد وتلاتة وخمسة. تمام؟ كملوها انتوا بقى سهل. بص هي سهلة، ناخد الواحد ده مرة مع الواحد ومرة مع التلاتة ومرة مع الخمسة، بعدين التلاتة مع الواحد، التلاتة مع التلاتة، التلاتة مع الخمسة، كده الخمسة مع الواحد، الخمسة مع التلاتة، الخمسة مع الخمسة. تمام. اللي بعد صح بس كده. اوكي يلا، محدش يسرح مني. ركزوا بس كده ووقفوا الفيديو وحلوا المسائل. بيقول لي س اتنين نفس الكلام، اوجد س اهو. يبقى س تساوي، س زعلانة ليه بس؟ س اهي. س، س هي المسقط الأول لأن هي س في س، بتلاقي أصلا الأرقام متكررة. يبقى الواحد تاني والاتنين بس. طيب بيقول لي إن صاد ضرب س بالمجموعة دي عايز س اتنين. خلي بالكوا صاد يبقى المسقط الأول تبع الصاد، لكن أنا هو عايز مين؟ عايز س اتنين، يبقى أجيب السين. السين دي المجموعة التانية، صاد دي المجموعة الأولى، س دي المجموعة التانية. المجموعة التانية يبقى المسقط التاني هو اللي تبع المجموعة التانية. المسقط التاني ما فيهوش أصلا إلا مين؟ إلا التلاتة. يبقى س بتساوي المجموعة تلاتة. س دي مجموعة، لازم أحط أقواس المجموعة. تمام؟ يبقى إذا السين اتنين اللي أنت عايزها تبقى المجموعة تلاتة، أضربها في المجموعة تلاتة، يبقى هيديني المجموعة تلاتة وتلاتة. ومنساش أزواج مرتبة لأن ده حاصل الضرب الديكارتي. إيه اللي بعده؟ ماشي، دي بقى العمليات المجموعية. الله يا أبطال. يقول لي أول حاجة مثل س وصاد بشكل فن. اتفقنا عشان أمثل أي مجموعات بشكل فن لازم أشوف التقاطع الأول. تمام؟ طيب هنا في تلاتة وهنا في تلاتة، هنا في أربعة وهنا في أربعة، يبقى أنا هرسم دايرتين كده زي الشاطر. كبر الدايرة اللي زعلانة زي ماما دي عشان ما تزعلش. نحط الإيه العناصر المشتركة في النص. إيه العناصر المشتركة؟ التلاتة والأربعة. ودي المجموعة س اهي، ودي المجموعة صغيرة س. أنا كتبت التلاتة والأربعة صح؟ يبقى ناقص الواحد والاتنين. يلا صاد تلاتة وأربعة كتبتهم، يبقى ناقص مين؟ الخمسة.
كده أول حاجة اللي أنا مثلت بشكل بنت. يلا أول مطلوب. يلا س تقاطع ص. قلت لك س تقاطع ص يعني المشترك ما بين أهو. هنا التلاتة موجودة هنا وهنا، الأربعة موجودة هنا وهنا، يبقى المجموعة 3 و4. طيب بعد كده أنت عايز إيه؟ أنت عايز س تقاطع ص ضرب ص. انقلهم عشان ما تتلخبطش. المجموع س تقاطع ص فيها 3 و4 ضرب الصاد فيها 3 و4 و5. يبقى التلاتة مرة مع التلاتة مرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة، الأربعة مرة مع التلاتة ومرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة. يبقى التلاتة مرة مع التلاتة، بعد كده التلاتة مرة مع الأربعة، بعد كده التلاتة مرة مع الخمسة، وبعد كده الأربعة مرة مع التلاتة، أربعة مرة مع الأربعة، أربعة مرة مع الخمسة. كده أول مطلوب. تاني مطلوب بيقول لي إيه؟ بيقول عايز س فرق ص. أجيب له جزء جزء الأول. يبقى دي س فرق ص. يعني إيه س فرق ص؟ يعني الموجود في الأولى بشيل منه اللي موجود في الصاد، أو الموجود في الأولى ومش موجود في الصاد، أو المجموعة س دي أشيل منها اللي من العناصر اللي موجودة في الصاد. س اهي، ايه العناصر اللي في السين موجودة في صاد؟ التلاتة والأربعة، يبقى أشيل التلاتة والأربعة وأكتب الباقي، يبقى المجموعة 1 و2. تاني س فرق صاد، بشوف المجموعة س اهي وأشيل منها العناصر اللي موجودة في صاد، العناصر الموجودة في الصاد 3 و4، يبقى أشيل التلاتة دي والأربعة دي بس، يبقى لي المجموعة 1 و2. طب هو عايز بقى إيه؟ س ناقص فرق صاد مضروبة في صاد، يعني عايز المجموعة 1 و2 مضروبة في الصاد اللي هي المجموعة 3 و4 و5. يلا نفس الكلام أعمل إيه؟ الواحد ده مرة مع التلاتة ومرة مع الأربعة ومرة مع الخمسة. الواحد مع التلاتة فصل، واحد مع الأربعة فصل، واحد مع الخمسة، وبعدين الاتنين مع التلاتة، الاتنين مع الأربعة، الاتنين مع الخمسة. بس كده صح؟ ده الأخيرة دي نحلها فوق هنا. المرة دي عايز بقى مين؟ عايز صاد فرق س. يعني صاد هشيل منها العناصر اللي موجودة في س. التلاتة والأربعة موجودين في السين أو ميبقاش هنا، والخمسة مش موجودة، يبقى الخمسة هي اللي أكتبها. طب أنت يا عم عايز إيه؟ عايز صاد فرق س مضروبة في س. طب صاد فرق س فيها 5 مضروبة في س، 1 و2 و3 و4. يلا نفس الكلام أعمل إيه؟ آخد الخمسة دي مرة مع الواحد، مرة مع الاتنين، مرة مع التلاتة ومرة مع الأربعة. يبقى 5 مع 1، 5 مع 2، 5 مع 3، و5 مع 4. تمام. اللي بعد. تمام نكمل. يلا بيقول لي س عبارة عن المجموعة 3 و4، صاد عبارة عن المجموعة 4 و5، عين عبارة عن 6 و5. أول حاجة أهو عايز س ضرب صاد تقاطعي. يبقى أول حاجة يبقى صاد تقاطعي. صاد تقاطعين يعني المشترك بين صاد وعين، الخمسة موجودة هنا وموجودة هنا، يبقى المجموعة 5. مجموعة 5. بعد كده أجيب له س ضرب صاد تقاطعي. السين بكام؟ 3 و4 ضرب صاد تقاطعين لسه احنا جايبينها ب5، يبقى الناتج 3 مرة مع الخمسة والأربعة مرة مع الخمسة. تمام كده. السؤال التاني عايز س فرق ص. بجيب له س فرق ص. يلا يا أبطال س فرق ص نعمل ايه؟ ادي السين اهي، شيل منها اللي موجود في صاد. صاد موجود فيها 4 صح؟ يبقى الأربعة دي أشيلها.
التلاتة مش موجودة في صاد، خلاص كده يبقى بكتب المجموعة 3. طب وعايز مين؟ وعايز س فرق صاد ضرب عين. س فرق صاد بالمجموعة 3 ضرب عين، عين ب6 و5. يلا يبقى نعمل ايه؟ خلاص 3 مع 6 والتلاتة مع 5 بس. تمام. ماشي، رقم 3 بقى في الفيديو كده وفكر معايا حلها. ما تخضش اهو، يعني دي كده بالنسبة لي س فرق صاد اهي. بروح اجيبها الاول، دي رقم 3 اجيب س فرق صاد اهو. يعني ايه س فرق صاد؟ احنا جبناها مرة اصلا اهي في المجموعة 3. بعد كده صاد فرق عين، صاد فرق عين. يلا تعال نجيبها كده. صاد يبقى انا عيني على الصاد اهي، فرق عين يعني اشيل من صاد العناصر الموجوده في عين. صاد فيها 4 و5، طب العين دي فيها 5، العين فيها 5 يبقى انا اشيل ال5 دي بس، يبقى المجموع 4. تاني صاد فرق عين اجيبها ازاي؟ ركزوا في الفرق، ركزوا في الفرق. صاد يبقى انا عيني على الصاد، اشيل منها العناصر اللي موجوده في العين. العين فيها 5 يبقى انا اشيل ال5 دي بس كده، يبقى المجموع 4. عايز نعمل فيهم ايه؟ اضرب بس. بقول له كده س فرق صاد ضرب صاد فرق عين تساوي المجموعة مين الأول؟ 3 الأول ضرب المجموعة 4. يبقى الناتج المجموعة 3 و4. منساش ايه؟ زود مرتب جوه أقواس مجموعة. طيب رقم 14. خلاص بقى نفس الكلام. ماشي، فهسيبها لكم برضو ايه تحلوها ايه وتتدربوا عليه. اتفقنا؟ ماشي، اللي بعده. ماشي تعال نحل دي كده بالراحة. ركزوا بقى معايا، ركزوا، السرحان يركز. بيقول لي س فرق صاد ضرب الصاد بيساوي المجموعة 1 و2 و1 و3، ونون س في صاد أو نون س ضرب صاد ب6. عايز س وصاد. طيب بالراحة كده، احنا اتفقنا إن أول مسقط أو المسقط الأولاني تبع المجموعة الأولى. يبقى معنى كده بفكر اهو زيكم، ما اتخضش من شكل المسألة واقول ايه ده، لا بالراحة اهو. س فرق صاد ضرب صاد بيساوي كذا، خلاص يبقى المسقط الاولاني اللي هو الواحد ده تبع المجموعة الاولى اللي هي س فرق صاد، يبقى س فرق صاد هيساوي المجموعة 1. تمام. طيب الصاد هي عبارة عن المجموعة اللي هو الصاد دي المجموعة التانية، يبقى اللي تبعها المسقط التاني اللي هو ال2 وال3. طيب كده جبت س فرق صاد وصاد. هو بقى بيقول لي عايز مين؟ عايز س وصاد. طيب صاد مشكلتها اتحل صح؟ ايه الحمد لله جبتها. مشكلة عندي في س. طيب س فرق صاد معناه ايه؟ معناه موجود في س وغير موجود في صاد. غير موجود في صاد. يبقى صاد فرق س معناه اللي هو موجود في س وغير موجود في صاد. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان السين دي فيها 1 صح؟ عشان واحد ده قال لي اللي هو موجود في السين ومش موجود في الصاد. تمام. طيب كده تمام. فكروا كده. ها. طيب لو تمام لا مش كده. لا سين مش كده ليه؟ ايه السبب؟ لانه بيقول لي ان نون س ضرب صاد بيساوي 6. معناه ان عدد عناصر س في عدد عناصر صاد ب6. طب ال6 دي كام في كام؟ 6 في 1 صح؟ او 1 في 6 او 3 في 2 او 2 في 3. طب الصاد انا ما اقدرش العب فيه. ليه ما اقدرش العب فيها؟ لان هي خلاص صراحه كده هي الصاد ب2 و3 ما فيهاش في صاد. صاد دي المجموعه الثانيه، يبقى المسقط الثاني اللي هو 2 و3. يبقى عدد عناصر الصاد 2.
يبقى المفروض السين دي عدد عناصرها كام؟ 3. عشان لو السين دي عدد عناصرها 3 يبقى 2 في 3 ب6، يبقى فعلا ن س ضرب ص ب6. طب اجيب منين العنصرين التانيين؟ لان اهو ما قداميش حل غير ناخد الاثنين والثلاثه دول بس. يبقى انا ممكن امسح دي كده، اكتب الواحد والاثنين والثلاثه. ليه؟ عشان يبقى السين فيها 3 عناصر. فالواحد اهو اللي مش موجود اصلا في الصاد كتبته، واخد كمان عناصر الصاد. وفعلا لو جيت حسبت السين فرق صاد الاقي ما فيش الا المجموعه واحد. اتفقنا؟ يبقى انا كده اكتب له بقى الحل بطريقه منظمه. قول له ان السين هي عباره عن المجموعه واحد واثنين وثلاثه، والصاد عباره عن المجموعه اتنين وثلاثه. ولازم تحقق الشرط ده، ان عدد عناصر س في صاد بيساوي 6. خلي بالكوا لو هنا مثلا قال لي واحد، كنت انا محتاجه اكتب الاثنين والثلاثه دول. لا، سوري، اتنين ولا ايه؟ اتنين. لو بدل الستة دي اتنين، فكده تمام. عدد عناصر س في عدد عناصر ص، عدد عناصر س كان عنصر واحد اللي هو الواحد، وصاد عنصرين فكان باتنين وخلاص، ما كانش في داعي اكتب الاثنين والثلاثه دول. امال ليه كتبتهم؟ عشان هو قال ان عدد عناصر س في عدد عناصر ص بستة، فلازم صاد فيها عنصرين يبقى س غصب عني لازم يكون فيها 3 عناصر. بعد كده عايز مين؟ اهو الدليل كمان اهو، اللي هو عايز س تقاطع صاد، الجزء المشترك اللي هو الاثنين والثلاثه اهو. يبقى س، ده كده المطلوب الاولاني. المطلوب التاني بقى س تقاطع صاد، بيتقاطعوا في الاثنين والثلاثه. طب يبقى س تقاطع صاد ضرب الصاد، س تقاطع صاد بالمجموعه اتنين وتلاته ضرب الصاد اللي هي اتنين وتلاته. كأنه بالظبط يقول لي انا عايز صاد اتنين، كأنه بالظبط بيقول لي انا عايز صاد ضرب صاد. تمام. بس اهو يبقى يساوي الاتنين مع الاتنين، والاتنين مع التلاتة، بعد كده التلاتة مع الاتنين، والتلاتة مع التلاتة. بس كده. صعبة؟ طيب نشوف اللي بعده. قولي على شبكة بيانية متعامدة لو حصل ديكارت يعين النقط الآتية. طبعا دي حاجات تافهة جدا وسهلة. تمام. 4 و5 هي الأرقام دي، يعني اعذروني اعتبروها يعني بالعربي. ماشي، كده 2 3 4 5. ماشي، بعد كده 5 6. هنا -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4. تمام. طيب هو بيقول 4 و5، يبقى من الأربعة اهي، واطلع عند الخمسة واحط نقطة واكتب عندها ألف. ده 6 و-3، 6 وانزل عند -3 اهي، اكتب دي بقى. الجيم -2 و7، يبقى -2 اهي و7، يبقى اطلع عند السبعة واحط نقطة، يبقى دي جيم. الدال -1 و6، -1 و6، دي كده الدال. الهاء -4 و-5، -4 يبقى السين -4 و-5، يبقى -4 اهي، ومن -4 اللي عند -5 كده. الميم 0 و6، السين بصفر يعني ايه؟ يعني لا همشي يمين ولا شمال. و6 الصاد ب6 يعني اطلع عند ال6 اهي، دي كده الميم. الكاف 9 و0، يعني السين ب9 اهي، كده 7 8 السين ب9 وصفر، يبقى انا هفضل كده لا هطلع ولا هنزل. معنى ان صاد بصفر اللي انا هفضل واقفه لا هطلع ولا انزل. تمام. بعد كده بيقول لي حدد الربع الذي تقع فيه او المحور اللي بتنتمي اليه. طبعا خدنا ان ده الربع الاول، ده الربع الثاني،
ده الربع الثالث، ده الربع الرابع. يبقى النقطة ألف تنتمي للربع الأول. قول له كده، ألف اللي هي بأربعة وخمسة تنتمي للربع الأول، وهكذا. الجيم والدال ينتموا للربع الكام؟ التاني. للربع الثاني. الهاء بتنتمي للربع الثالث. الباء تنتمي للربع الرابع. طيب كاف بقى، كاف وميم. خلي بالك نقطة كاف موجودة فين؟ نقطة كاف دي موجودة على محور السينات، يبقى الكاف دي تنتمي لمحور السينات. وأي نقطة تنتمي لمحور السينات يبقى الصاد بتاعتها بكام؟ بصفر أهي. لأني ليه؟ لأن هي موجودة على السينات، يبقى لا هطلع ولا أنزل. طب الميم، الميم اهي موجودة على محور الصادات، يبقى ميم دي أقول له تنتمي لمحور الصادات. موجودة أصلا على محور الصادات، لا اتحركت جزء يمين كده ولا جزء شمال كده. تمام. طبعا ده سؤال إيه؟ سهل مفيهوش حاجة خالص. بعده اختياري بقى، ركزوا ركزوا. يقول أي من النقط التالية تقع في الربع الثاني. تخيل كده الشكل مع نفسه، لو هنا كنت بحط موجب، هنا كنت بكتب الأرقام بالسالب، فوق موجب تحت سالب. الربع الثاني اللي هو ده، السين سالب والصاد موجب، سالب موجب اهي. ألف ناقص باء وخمسة تقع على محور الصادات. خلاص تقع على محور الصادات يعني ايه؟ لسه قايلين تقع على محور الصادات يعني السين بصفر. فين السين اللي قبل الفصل؟ اللي هو ألف ناقص باء بصفر. يبقى الألف هتساوي باء. مادام بتقع على محور الصادات يبقى السين بصفر، يبقى ألف ناقص باء بصفر، يبقى الألف بتساوي باء. تقع على محور السينات يبقى الصاد بصفر. ليه؟ هي موجودة على محور السينات، موجودة هنا كده، هنا. يبقى أنا لا هطلع ولا أنزل، يبقى كده الصاد بصفر. فين الصاد؟ بقى ناقص سبعة. يبقى بقى ناقص سبعة بصفر، يبقى الباء بتساوي سبعة. طب تقع على محور الصادات، لسه قايلين. ها؟ الله ينور، السين بصفر اهي. يبقى السين دي بكام؟ بصفر. شيل السين دي واحط صفر. خمسة في صفر صفر. صفر زائد واحد واحد. طيب رقم خمسة، ركز معايا كده، مهمة. يلا. بيقول لي إذا كانت النقطة كاف وكاف تربيع ناقص تسعة تقع أعلى محور السينات فإن كاف يمكن أن تساوي. طيب تعالى نرسم برضو رسم كروكي كده أهو. يعني إيه تقع أعلى محور السينات؟ يعني فوق كده. تمام. فوق كده يعني إيه؟ يعني الصاد موجب. مش فوق كده الصاد موجبة؟ يبقى الصاد موجبة، يعني كاف تربيع ناقص تسعة دي أكبر من الصفر. طيب دي أول معلومة. طب ما هي موجودة هنا أهي، تقع أعلى محور السينات. تمام. يبقى قلنا كاف تربيع ناقص كاف سوري، كاف تربيع ناقص تسعة تقع على محور السينات. يبقى إيه؟ يبقى الصاد موجبة. طب أنا عرفت منين إن الصاد موجبة؟ عشان هو بيقول لي تقع أعلى محور السينات، فالجزء اللي فوق ده مفيهوش الا الجزء الموجب بتاع الصادات، صح؟ طب فين الصاد اللي هي كاف تربيع ناقص تسعة؟ موجبة يعني ايه؟ يعني اكبر من الصفر. فكاف يمكن ان تساوي، هعوض. لو عوضت عن الكاف بواحد، واحد ناقص تسعة يبقى سالب. اتنين ناقص تسعة سالب سوري، اتنين أس اتنين بأربعة، أربعة ناقص تسعة سالب تلاتة. تلاتة أس اتنين بتسعة، تسعة ناقص تسعة صفر. يبقى الصفر أكبر من الصفر؟ لا. ها، أربعة، أربعة أس اتنين بستاشر، ستاشر ناقص تسعة خمسة، الخمسة أكبر من الصفر. يبقى الإجابة الصح هي إيه؟ أربعة. تاني لما يجي يقول لي تقع أعلى محور السينات يبقى فوق هنا. يعني إيه أعلى محور السينات؟ هستفاد منها إيه؟ إيه الدليل اللي هيحل لي المسألة؟ اللي هي موجب، اللي هي إيه؟ الصاد موجبة. الصاد موجبة. يعني إيه الصاد موجبة؟ يعني أكبر من الصفر، فأعوض. طب لو قال لي أسفل محور السينات، خلاص أسفل يبقى الجزء ده، يبقى الصاد سالبة يعني أصغر من الصفر. تمام؟
اللي بعده يلا. وقف الفيديو، حل وشوف انا بحل ازاي اهو. بيقول لي النقطة دي الزوج ده بيساوي الزوج ده. خلاص اهو انا ببدأ بالمعطيات اللي عندي الاول. زوج مرتب بيساوي الزوج مرتب، يبقى المسقط الاول بيساوي المسقط الاول. يبقى س زائد واحد بيساوي سالب واحد. والجذر التكعيبي ل27 بيساوي ص. تمام. يبقى الصاد هتساوي 3، وهنا السين هتساوي، هنا موجب واحد هيروح سالب واحد يبقى سالب 2. يبقى النقطة س وصاد. السين بسالب 2، الصاد ب3، السين سالب. السين سالب يعني ايه؟ يعني شمال. الصاد موجب يبقى الربع التاني. اللي بعد باء أصغر من التلاتة. يعني جرب، مش هقول لك بقى أصغر من التلاتة، عوض بأي رقم، أي رقم أصغر من التلاتة. الاتنين، 2 ناقص 3 سالب، يبقى النقطة 5 وسالب واحد. 5 يعني السين موجب، سالب يعني تحت، يبقى ده الربع الايه؟ الرابع. طيب بعد كده بيقول لي إذا كانت س تنتمي الحاء السالبة، س تنتمي الحاء السالبة، فإن النقطة سالب س. هو يعني إيه أصلا س تنتمي الحاء السالبة؟ يعني السين دي بالسالب، صح؟ يعني السين دي بالسالب. طب السين بالسالب وفي أصلا سالب قدامها، فيبقى موجب. طيب لو أنا السين دي بالسالب، سالب واحد مثلا، الناتج هيكون إيه؟ سالب. تاني، س تنتمي الحاء السالبة، يعني س دي عدد سالب، صح؟ افرضوا أي رقم، سالب واحد مثلا، ففي سالب واحد وقدامها سالب يبقى موجب، يبقى السين بالموجب. طيب سالب واحد جذر السالب بسالب، لأن دي جذر تكعيبي، جذر تكعيبي لسالب واحد بسالب، يبقى موجب وسالب. السين موجب والصاد سالبة، يبقى الربع الرابع. النقطة ألف وباء تقع في الربع الرابع، فإن الألف باء إيه علاقتها بالصفر؟ أعمل إيه؟ فكروا معايا كده. يعني ارسم المحاور. أنا زيكم أهو أرسم المحاور أهو. يلا. ألف في الربع الرابع، يعني ألف هنا مثلا، ده كده الربع الرابع. الباء في أي مكان وليكن هنا، فإن ألف باء إيه علاقتها بالصفر؟ ها، فكروا يلا كده وقولوا لي أعمل إيه؟ يلا وقفوا الفيديو كده وفكروا أعمل إيه؟ يلا. ألف باء دي يبقى قطعة مستقيمة، فطول القطعة المستقيمة برقم، صح؟ يبقى أكبر من الصفر. صح؟ للأسف، للأسف. بالراحة كده، احنا دايما متعودين إن ألف دي نقطة، صح؟ وباء دي نقطة. طب هي ألف نقطة يعني لا إحداثي س وصاد، صح؟ وباء برضو لا إحداثي س وصاد. هو هنا ألف وب عندهم لك نقطة، ده ألف دي أصلا السين، وب دي الصاد. يبقى إيه اللي إحنا عاملين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هو بيقول لك مثلا الألف بكذا وكذا، والباء بكذا وكذا، فإن الألف باء. لا، عشان كده بقول لك ما تتخدعش. أسئلة الاختياري دي أغلبكم بيغلط فيها بسبب كده، ما تسرعش في الإجابة. فهمنا الفرق إيه؟ هو بيقول لي ألف وباء، طب ما ده أصلا دي نقطة. ألف وباء دي نقطة واحدة، وأنا عرفت منين؟ تاني فكده ده غلط. بالراحة أهو. أنا عرفت منين الألف وباء نقطة واحدة؟ لأنها هي زوج مرتب واحد، قلنا النقطة بيمثلها زوج مرتب، أو ده كده نقطة واحدة. فيبقى الألف الأولانية دي بتاع مين؟ بتاع السين. والباء دي بتاع مين؟ بتاع الصاد. تقع في الربع الرابع، والربع الرابع ده السين مالها موجب، والصاد مالها سالب، فالألف دي هتبقى قيمتها بالموجب، والباء دي قيمتها بالسالب. موجب في سالب بسالب. طب السالب ده ايه علاقته بالصفر؟ أصغر. بالله عليكم ما تعتدوش شكل المسألة. تمام. طيب بيقول لي النقطة برضو س وصاد تقع في الربع الثالث، فإن النقطة س تربيع صاد تربيع. اه
لا حلو، حلوة. مم. سهلة. وسين تربيع صاد، وانا قلت لك سالب واحد تربيعها تقول لي بواحد. سالب خمس تربيعها خمسة، يبقى س تربيع صاد تربيع دي دايما موجب. أي حاجة عليها أس اتنين يبقى دايما موجب، يبقى موجب وموجب. يبقى الربع الأول. تمام. يلا آخر حاجة بقى، بيقول لي رقم 11 لو كانت النقطة اتنين ألف واتنين باء تنتمي لسين سين شرطة. مين سين سين شرطة؟ محور السينات اسمه سين سين شرطة. محور الصادات اسمه صاد صاد شرطة. يبقى النقطة دي تنتمي لسين سين شرطة، يعني بتنتمي لمحور السينات. طب حد يقول لي من حبايبي الحلوين اللي قاعدين مركزين، يعني ايه تنتمي لمحور السينات؟ الله ينور، يعني الصاد بصفر. يبقى معنى انها بتنتمي لسين سين شرطة، معنى كده ان الصاد بصفر، لان انا واقفة هنا كده لا هطلع فوق ولا انزل تحت، يبقى الصاد بصفر. فين الصاد؟ الاتنين باء. صح، يبقى الاتنين باء بتساوي صفر، يبقى الباء بصفر. طب اجيب قيمة الالف ازاي؟ حد يرد عليه. انا مش هرد، حد يرد عليه. يا ابني ده صفر، صفر على اي حاجة بايه؟ بصفر بس. الباء دي انا جبتها بصفر، صفر على ابراهيم بصفر، صفر على ايه بصفر، صفر على محمد بصفر، صفر على اي حاجة بصفر. بس يبقى الاجابة الصح رقم الف. تمام. اسئلة الاختياري، اسئلة الاختياري اللي هي سهلة وصعبة في نفس الوقت. يلا. يقول لي مطلق س، مطلق س، وانا لو قلت لكم مطلق الاربعة هيساوي كام؟ أربعة. مطلق سالب أربعة هيساوي أربعة برضه. يبقى معنى كده إن اللي جوه المطلق ده بيبقى موجب أو سالب. أو مطلق س بيساوي تلاتة، بدخل اللي جوه ده بالموجب والسالب، يبقى إذا السين هتساوي موجب أو سالب تلاتة. تعالوا أفكركم سريعا كده عشان بس تفهموا ليه. أهو ده كده خط الأعداد أهو. مكانين عند الصفر واحد اتنين تلاتة، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة. ويعني ايه مطلق؟ مطلق التلاتة يعني بعد العدد تلاتة ده عن الصفر اهو. فادي واحد اتنين تلاتة، تلات وحدات. طب لو قلت مطلق سالب تلاتة فبعد العدد سالب تلاتة عن الصفر برضو واحد اتنين تلاتة، تلات وحدات. فالقيمة المطلقة دي دايما الناتج بتاعها بيطلع موجب. تمام. واللي جوه القيمة المطلقة بيبقى يا موجب يا سالب، لأن كده كده المطلق بيموت السالب. تمام. يبقى السين بموجب أو سالب 3. طب هاخدهم الاتنين نفس الكلام برضه. أنا عندي المسقط التاني أساويه بالمسقط التاني، يبقى صاد تربيع بكام؟ بأربعة. يبقى الصاد بتساوي موجب أو سالب 2. صح؟ طيب. يقول لي بقى إيه؟ شوف أنا هاخدهم القيمتين ولا أعمل إيه دلوقتي؟ وعايز مين؟ وبيقول لي فالنقطة س وصاد تقع في الربع الثاني. الثاني اللي هو ده. الثاني السين سالب والصاد موجب. السين سالب يبقى ناخد سالب 3، ودي الزائد اهي الصاد موجب يبقى ناخد موجب 2، يبقى الناتج كام؟ سالب 1. رقم 13 بيقول لي ألف أصغر من الاتنين. بالراحة كده. فإن النقطة مطلق ألف. احنا خلاص ما دام مطلق يبقى اللي جوه المطلق ده دايما هيطلع بالموجب. موجب. حتى لو هو ما هو اصغر من الاثنين يعني عدد سالب، لو سالب 2 هيطلع ب2 فيطلع دايما موجب. تمام. طيب اصغر من الاثنين، ايه اللي اصغر من الاثنين؟ الواحد. فلو بواحد يبقى واحد، واحد زائد واحد اتنين. تمام. انا فرضت الالف بكام دلوقتي؟ بواحد. طب الف هنا بواحد، واحد ناقص اتنين، واحد ناقص اتنين سالب واحد. صح. طيب ايه اللي اصغر من الاثنين تاني؟ خد رقم كمان اتاكد. الصفر مثلا او صفر. صفر زائد واحد بواحد يعني الناتج موجب برضه. صفر ناقص اتنين سالب اتنين، يبقى برضه الناتج هيطلع موجب وسالب. يبقى دايما مهما عوضت بأي رقم الناتج هيبقى موجب وسالب. السين موجب اهي والصاد سالب اهي، يبقى بتكلم على الربع الرابع. ألف أصغر من الصفر.
ألف أصغر من الصفر يعني الألف دي سالب، باء أكبر من الصفر يعني الباء دي موجبة. بيقول لي فإن النقطة التي تقع في الربع الثاني، فيجي في بالي الربع الثاني. فين الربع الثاني ده؟ السين لازم تكون سالب، الصاد لازم تكون موجب. يعني أنا عايزة السالب. مين السالب؟ الألف. يبقى الألف دي هي السين. ليه أخلي الألف السين؟ عشان الألف قال لي سالبة، حطها في السين. طيب والصاد موجب، طب ما الباء موجبة، خلاص يبقى النقطة ألف وباء. أهو الألف دي أصغر من الصفر يعني سالب، فبقت سالبين. باء أكبر من الصفر يعني موجب. سالب وموجب، سالب وموجب، يبقى الربع التاني فعلا. طيب النقطة س ناقص 4 و2 ناقص س، والسين تنتمي لصاد. عرفت؟ بصوا هنا كده، دي كده عنصر. ليه؟ عشان ما عملهاش كده. تنتمي لصاد، صاد دي مجموعة، دي مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة. طيب هو بيقول لي بقى مين تقع في الربع الثالث؟ فيجي في بالي الربع الثالث. الربع الثالث السين سالب اهي، والصاد الصاد سالب اهي، السين سالب اهي، والصاد كمان سالب. يعني انا عايزه القيمتين دول يطلعوا لي بالسالب. طيب انا لو عوضت، ما هو ده مش حاجه اللي انا اعوض. 2 ناقص 4 تبقى سالب، بس 2 ناقص 2 صفر، مش هتنفع. 3 ناقص 4 سالب 1. 2 ناقص 3 سالب، سالب سالب، بس زي الفل، يبقى هي التلاتة. لو عايزة أتأكد أكمل. لو 4 ناقص 4 صفر، لا كده غلط، كده مش في الربع، دي كده على المحور. 6 ناقص 4 2 موجب. موجب التالت ما فيهوش موجب، يبقى فعلا الإجابة الصح ب. 16 بيقول لي إذا كانت النقطة كاف تربيع ناقص 4، لأن هي دي اللي قبل الفاصلة، وكاف تقع الجزء السالب من محور الصادات. نفس الكلام، يلا نرسم اهو. فين الجزء السالب من محور الصادات؟ يعني الحتة دي كده، ده الجزء السالب من محور الصادات. طيب أنا استفاد إيه؟ أنا بقرأ المسألة بالراحة وبحاول على قد ما أقدر أشوف. تمام؟ أقدر أشوف أنا هستفاد إيه من المعطيات اللي عندي. تقع الجزء السالب من محور الصادات. أولاً تقع الجزء السالب من محور الصادات، يعني الجزء ده، يعني الصاد قيمة سالبة. طيب بتقع على محور الصادات يعني ايه؟ يعني انا لا همشي يمين كده ولا همشي شمال كده، يعني السين بصفر. حلت المسألة اهو، السين بصفر، يبقى كاف تربيع. فين السين اللي هي كاف تربيع ناقص 4؟ يساوي صفر. تعملها لكم بلون تاني. السين اللي هي المسقط الأول، خلاص بقى، السين المسقط الأول. يبقى كاف تربيع ناقص 4 بيساوي صفر. يبقى الكاف تربيع سالب 4 تروح بموجب 4، يبقى الكاف هيساوي موجب أو سالب إيه؟ جذر 4. قلنا كاف تربيع يبقى آخد الجذر التربيع. جذر 4 ب2 يبقى موجب أو سالب 2. طب أنا هاخد القيمة الموجبة ولا القيمة السالبة؟ كده كده سواء كاف ب2 أو كاف بسالب 2 السين هتبقى بصفر، اللي هي الشرط الأولاني. بس أنا كمان لازم أحقق الشرط اللي فوق ده. كده انا حققت شرط، لازم احقق الشرط الثاني كمان، ان الصاد تكون سالبه. فبالتالي الكف اختارها قيمه سالب، يبقى سالب 2. محدش يتسرع ويعمل لي موجب وسالب عشان ده تربيع، لا، ده في هنا شرطين. اول شرط ان بسم الله، اني لازم تكون على محور الصادات السالب، يبقى الصاد سالبه، يبقى كاف دي بالسالب. تمام. تاني حاجه ان السين بصفر، يبقى سالب 2 هي اللي هتحقق. سالب 2 أس 2 ب4، 4 ناقص 4 صفر، ودي هتبقى سالب 2. يبقى فعلا بتقع على محور الصادات وعلى مين؟ على الجزء السالب. اوكي. بالله عليكم وقفوا الفيديو وحلوا معايا. تمام. طبعا السؤال ده يعني ماشي، هنحله نفتكر. هو بيقول لك ألف بسالب 2 وصفر، سالب 2 يبقى هروح عند السالب 2 أهو، وصفر يبقى هطلع ولا أنزل، يبقى دي كده نقطة ألف. طبعا الارقام دي بالعربي ماشي. الباء بسالب 2 و3، يبقى انا همشي سالب 2 واطلع عند الثلاثه واحط نقطه. دي كده الباء. كل نقطه اكتب اسمها. ج ب2 و3، 2 اهي واطلع عند الثلاثه واحط نقطه.
ماشي. ثم اوجد مساحة المثلث أ ب ج. يبقى أنا هوصل دول كده ببعض. المفروض تلاتة يبقى هم قصاد بعض كده، ودي تحتها كده. ده مثلث إيه؟ مثلث قائم. بس فمساحة المثلث بتساوي إيه؟ بتساوي نص القاعدة في الارتفاع. هتساوي نص القاعدة. فين القاعدة بتاعتي؟ دي القاعدة، أو ممكن أعتبر دي القاعدة، مش هتفرق. تمام؟ أهو، فدي القاعدة مثلا إيه؟ دي طولها قد إيه؟ أعد: واحد، اتنين، تلاتة. هي دي طالعة من عند الاتنين. أه، يبقى كده كام؟ أربعة. أهو هي بادئة من أول هنا السالب اتنين أهي، والنقطة ج كانت باتنين، يبقى من هنا. يبقى القاعدة واخدة إيه؟ ده كله. ده كله كام وحدة؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. أربع وحدات في الارتفاع من أول الصفر لحد التلاتة، يبقى في تلاتة. نص الأربعة اتنين، يبقى اتنين في تلاتة بستة. طبعا دي مساحة تبقى وحدة مربع. اتفقنا؟ طبعا سؤال سهل، مفيهوش حاجة. طيب دي فترة هضربها في فترة. فاكرين كنت بعمل ايه؟ ها، فكرة المسألة ايه؟ ايه؟ أنا عندي س عبارة عن المرة دي عن فترة. فهو عايز المنطقة اللي تمثل س ضرب س. فترة هضربها في فترة، يعني دي كده ضرب سالب اتنين وتلاتة. قلت لكم دايما ثبتوها كده: المجموعة الأولى ها همثلها أو أقطعها ايه؟ أقسمها ايه؟ بالطول. الفترة الأولى هقطعها بالطول، والفترة التانية هقطعها بالعرض. تاني، لما يكون عندي فترة ضرب فترة، الفترة الأولى بقطعها بالطول، الفترة التانية بعمل فيها إيه؟ بقطعها بالعرض. يلا. م. س قلنا كام؟ سالب اتنين وتلاتة. فين السالب اتنين؟ أهي، بقطعها بالطول أهي. سالب اتنين وتلاتة، يبقى التلاتة أهي. كده قطعت بالطول أهو. كده عند التلاتة بالظبط. مش عايزة تيجي. ماشي، عند التلاتة بالظبط اهي. تمام. طيب الفترة التانية اقطعها بالايه؟ بالعرض. العرض يعني كده. يلا، سالب اتنين وتلاتة برضه. فين السالب اتنين؟ اهي. اهي. وادي سالب اتنين وتلاتة اهي. تمام كده. قلنا تبقى عند التلاتة كده ايه بالظبط. اوكي. ماشي. طيب قلنا الجزء بقى المشترك ده هو ده ايه؟ ده التقاطع، دي المنطقة. طيب بيقول لي بقى: ثم بين أي من النقاط التالية تنتمي إلى حاصل الضرب الديكارتي س ضرب س. تعالى نمسك نقطة نقطة، يلا بالراحة. يلا. ألف هي عبارة عن واحد واتنين. فين واحد واتنين؟ واحد اهي، واطلع عند الاتنين. جوه المربع ده يبقى تنتمي. وتنتمي لس ضرب س. س شكلها وحش. ارسم الشبكة التربيعية وارسم معايا، ما تقولش دي حاجات سهلة. تمام. باء بتلاتة وسالب واحد. تلاتة دي التلاتة، سالب واحد يعني هنا كده. تنتمي ولا لا تنتمي؟ فكروا كده يلا. طيب في ناس قالوا معانا وفي ناس قالوا مش معانا. بص، ما دام النقطة وقعت جوه الشكل أو على الشكل، كده واقعة على الشكل أهي، يبقى هي معانا. يبقى الباقي دي هي كمان مالها؟ بتنتمي. بس يبقى تنتمي لس ضرب س. طيب الجيم سالب واحد وأربعة. ورز سالب واحد وأربعة. سالب واحد وأربعة. ده بره. مش شغال هنا، شغال على المنطقة المشتركة دي. تمام. هنا أربعة فوقعت بره. ما دام بره يبقى الجيم اللي هي سالب واحد وأربعة لا تنتمي. س إيه؟ ضرب س. ممكن أكتبها إيه؟ س اتنين. الدال سالب اتنين وصفر، يعني هنا كده.
لا اطلع ولا انزل، فهي واقعه على الحدود او واقعه على المنطقه المشتركه، يبقى برضو تنتمي. يبقى الدال بسالب 2 وصفر تنتمي لسين 2 بقى. تمام كده. يبقى سواء النقطه جوه الشكل او جوه المنطقه المشتركه او على الحدود، يبقى هي ايه؟ هتنتمي للفتره اللي معايا. يبقى لما يجي لي فتره ضرب فتره، الفتره الاولى اقطعها بالطول يعني هرسمها كده، والفتره الثانيه اقطعها بالعرض يعني هرسمها كده. اتفقنا؟ هي دي ايه الفكره. طيب تعالوا ناخد دي. ماشي بالراحه يلا كده، ركزوا معايا. يلا. الفترة الأولى اللي هي س، وبقول س ضرب ص، يبقى س دي بالنسبة لي الفترة الأولى، يبقى سالب 2 و3 دي هرسمها إيه؟ بالطول، سالب 2 و3. طيب صاد دي الفترة الثانية برسمها بالعرض، بالعرض صفر صفر أهو. واضحة؟ استني ثواني أهو، الصفر أهو، صاد بصفر أهو، صاد بصفر أهو، صاد بصفر. يعني إيه صاد بصفر؟ يعني لا هطلع ولا أنزل، يعني واقفة على محور السينات أهو، ب4. تمام. يبقى الجزء كده، المنطقة دي هي المنطقة الايه المشتركة، يبقى الجزء ده كده هو المنطقة الايه المشتركة. تمام. طيب يلا، صاد ضرب س، يبقى صاد دي الأولانية، قلنا الفترة الأولانية اللي أمثلها بالطول أهو، يبقى صفر صاد بصفر طول، طول طول يعني كده. تمام. اهي طول يعني كده. م. وأربعة، فين الأربعة اهي. يلا الفترة التانية س، يبقى س دي اللي همثلها بالعرض كده، صفر. فين السين؟ سوري، سالب 2 اهي وتلاتة اهي. بس فين المشترك؟ الجزء ده كده. تمام. آخر حاجة بيقول لي مين ومين بقى؟ صاد 2. صاد 2، صاد 2 يعني ايه؟ يعني صاد أضربها في صاد، يعني صفر وأربعة دي مرة بالطول ومرة بالعرض اهو. خلينا نثبت بالطول الأول اهو، صفر وأربعة، بعد كده بالعرض صفر، الصفر اللي بالعرض اهو، وادي الأربعة. بس كده. فين المنطقة المشتركة؟ اهي. بس صعبة. مم. في حد عنده مشكلة؟ أهم حاجة، أهم حاجة بالله عليكم، المسائل تتحل بإيديكم. حاولوا تشوفوا احنا كنا بنفكر ازاي واحنا بنحل المسائل. ماشي. طيب احنا كده خلصنا. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده يكون ساعدك. لو الفيديو ساعدك واستفدت بيه، يا ريت ما تبخلش بيه لغيرك عليه، يا ريت تعمل لغيرك شير ليه وتساعده انت كمان. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامة.